شنو وقع لطوطو في باريس؟ واش فعلا تم إقصاؤه من المهرجانات في المغرب؟ حتى شي واحد في المغرب ما داخل ليا في لافير ديال البارح. عبر طوطو عن استيائه من تهميش وزارة الثقافة، حيث ما تمتش دعوته لأي من المهرجانات الوطنية، بالرغم من أنه يعتبر نفسه الفنان رقم 1 في المغرب. هذا التصريح جاء خلال استعداده لطرح ألبومه الجديد، واللي أعلن عليه بطريقة مستفزة من خلال ستوري حذر فيه زملائه بضرورة طرح أعمالهم قبل شهر أكتوبر، لأنه سيكون في صدارة المشهد الموسيقي حسب تعبيره. والمفاجأة كانت في باريس بعد ما ظهر طوطو وهو كيعطي صافرة الانطلاق لمباراة باريس سان جيرمان. انا فنان محترم، كيعيطوا ليا LOS، عيطوا ليا الفرقه قال لك خويا اجي بغيناك دير كل دونفو، فهمت؟ حكيمي تا هو ما داخلش في لافير، حتى قلت ليه انا جاي دونك عرفوا شنو تخرجوا. وحق بنادم اللي ساكن في المغرب مابقاوش تخربقوا، راه كلشي كيوصل، صحابكم رايح بلجيكا ما كيوصلني والو، كلشي كيوصلني.